إلى الإعلام والرأي العام. الإيزيدية هي واحدة من أقدم الديانات في ميزوبوطاميا. لقد تعرض المجتمع الإيزيدي ل 74 إبادة جماعية عبر التاريخ، وفي كل مجزرة تم استهداف النساء بكل الطرق لتدمير ثقافة ومعتقد المجتمع الإيزيدي، لأن المرأة الإيزيدية هي التي تحافظ على إحياء المعتقد الإيزيدي، إذ ترى الدهنية الأبوية السلطوية النساء كغنيمة في كل الحروب، لدى تخطفها وتبيعها وتمارس بحقها أشد أنواع التعذيب، كما تقتل الرجال وتقطع رؤوسهم. بتاريخ 8/3/2014 ارتكبت مرتزقة داعش المجزرة 74 بحق المجتمع الإيزيدي في شنغال، حيث نزح الآلاف من الإيزيديين وقتلوا وأسروا، وكانت النساء والأطفال هم أكثر الضحايا في هذه المجزرة المرعبة. وأقدم المرتزقة داعش على اختطاف آلاف الفتيات والنساء الإيزيديات وبيعهن في الأسواق مثل الموصل والرقة، واغتصابهن وقتلهن، إذ أجبر الإيزيديون الذين تم أثرهم على التخلي عن العقيدة الإيزيدية وفرض عليهم الإسلام. ولا يزال مصير الآلاف من النساء والأطفال والكثير من الإيزيديين الذين في قبضة مرتزقة داعش مجهولا. وبتاريخ 3/6/2016 أي خلال شهر رمضان، قام مرتزقة داعش بإحراق 19 امرأة إيزيدية أحياء في أقفاص حديدية، لأنهم لم يتخيلون عن عقيدتهم الإيزيدية، حيث أوضح هذا الحدث الوحشي الذي لم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم بوضوح للعالم أجمع أن تنظيم داعش هو التنظيم الأكثر وحشية وبربرية في هذا القرن، في حين لم يتم الكشف حتى الآن عن هويات 19 امرأة إيزيدية، ولم يتم إجراء أي بحث حول هذا الموضوع. نحن كحركة حرية المرأة الإيزيدية تاجي متواجدون هنا في الذكرى لحرق 19 امرأة إيزيدية في المكان الذي وقع فيه هذا الحدث المرعب، ونستذكر لجميع شهداء المجزرة في شخص 19 امرأة إيزيدية، وننحي إجلالا وإكبارا لذكراهن، وبعد حرق النساء أو إبادتهن كحرق وتدمير الحياة، أن الممارسات التي تنتهجها مرتزقة داعش تتجاوز الأخلاق والضمير الإنسانية. وحتى الآن تلتزم منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي الصمت، ولم يظهروا أي موقف جدي حيال هذا اليوم، فيما يعتبر الصمت دعما لداعش وحلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني، مما لا شك فيه أن هذا الحدث المؤلم يزيد من غضبنا تجاه العدو، لكن بالنضال ومقاومة واتحاد المرأة سنطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الحادثة التي ارتكبت في تاريخ 3/8/2014، ونرفع صوتنا من أجل الدفاع عن النفس. وبصفتنا كحركة حرية المرأة الإيزيدية ندعو جميع النساء والمؤسسات الاجتماعية والديمقراطية إلى رفع أصواتنا معا من أجل العدالة ومحاكمة داعش وحلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني بادكي. تحية واحترام، حركة حرية المرأة اليزيدية تاجر. جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.
جن